اسمي مريم وهحكي لكم النهارده حكايتي. بس قبل أي حاجة يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتركزوا معايا علشان الحكاية دي جامدة جدا. أنا عندي 22 سنة وليا أخ أكبر مني بسنتين. عايشة مع أمي عشان أبويا متوفي. كنا أنا وأخويا أحمد أصحاب قوي عشان سننا قريب من بعض. أمي ربتنا على كده من وإحنا صغيرين إننا نكون أصحاب. كان معايا في المدرسة، بس هو عشان أكبر مني بسنتين كان في فصل تاني وبيخلص المدرسة قبلي، وأنا كنت بخلص بعده بسنتين. الكلام ده كان من أيام الابتدائي. المهم، أبويا متوفي من وأنا صغيرة، وأمي الحقيقة رفضت تتجوز تاني عشان تربينا أنا وأحمد. والحمد لله كانت تربيتها لينا كويسة جدا، والناس كلها كانت بتشكر في أخلاقنا. أحمد كان شاب محترم جدا، ملوش في أي حاجة من الحاجات اللي بتحصل اليومين دول. بالعكس، كان محترم جدا. كان في التمريض ومهتم بصحته وجسمه، وكان بينزل الجيم دايما، وكان بيدخل بطولات وحاجات زي الفل. كنت فخورة بيه بصراحة، لدرجة إن صحابي لما كانوا بييجوا يذاكروا معايا أو نخرج مع بعض كانوا يقولوا أخوكي ده قمر، وكانوا بيقعدوا يتكلموا عنه كتير. لكن أنا كنت بحس إني بغير عليه جدا، لأني كنت بحبه. هو أخويا الوحيد، ومفيش حد في الدنيا كان قريب مني غيره. خصوصا إن أمي كانت من النوع اللي مش بيتكلم معانا كتير. كانت بتشتغل من ساعة ما أبويا توفى، وكانت بتطلع من الصبح وترجع آخر النهار. بترجع مهدودة جدا، يا دوب بتاكل لقمة وتدخل تنام. معظم الوقت كنا قاعدين أنا وأخويا، لحد ما أحمد اشتغل في مستشفى كويسة، وكان ممرض بيساعد في مصاريف البيت. وأنا في الوقت ده ما كنتش بشتغل، بس بصراحة حسيت إني زهقانة وعايزة أنزل أشتغل. كنت حاسة إني حمل عليهم، لأن أخويا وماما بيشتغلوا، فكان لازم أشتغل أنا كمان. بس بصراحة كنت بتضايق. اشتغلت في كذا مكان، ولما بدأت أدور على شغل كنت بتضايق جدا من أسلوب الناس في الشغل، لأن أنا كنت حلوة جدا وبهتم بنفسي، وأصلا حلوة جدا. أي حد كان بيشوفني ما كانش يصدق إن عندي 22 سنة خالص. كنت بلاحظ إن الناس كلها بتبصلي بطريقة معينة، فطبعا بتضايق جدا. وأحمد كمان كان كل شوية يتصل يطمن عليا، لأنه كان بيغير عليا جدا، وكان دايما يقول لي قبل ما تخلصي شغل لو عندنا مناسبة مع بعض خليكي وأنا هاجي أخدك أروحك. كان بيقلق عليا جدا، وكل شوية يطمن. إحنا زي ما قلت لكم كنا صحاب وقريبين جدا من بعض. بعد فترة لقيته بيقول لي خلاص مش عايزك تشتغلي تاني. قلت له ليه؟ أنا عايزة أخف المصاريف شوية عليكي وعليا. ماما رد وقال حد اشتكالك؟ أنا مش عايزك تخرجي وتتبهدلي. بصراحة أنا أصلا كنت متضايقة من الشغل، فقلت له خلاص مش هنزل أشتغل. قال لي لو اشتكتي أي حاجة قوليلي، ومش هتأخر عنك في أي حاجة. أنا الحمد لله بشتغل وبقبض كويس، فمفيش لازمة لشغلك. لما إن شاء الله تتجوزي، لو جوزك عايزك تشتغلي اشتغلي براحتك، لكن طول ما انتي قاعدة في بيت أبوكي مفيش شغل خالص، وأنا متكفل بالمصاريف وبكل حاجة. هو كمان كان متضايق إن أمي بتشتغل، بس أمي اتعودت على الشغل من زمان، وهي اللي ربتنا منه وكبرتنا وصرفت علينا. فالموضوع كان صعب شوية، خصوصا إن أمي خلاص اتعودت على الشغل، ما ينفعش إنها تقعد منه. تحسها كده زي الناس بتاعت زمان، لو قعدت من الشغل بتتعب، لازم تشتغل دايما. بصراحة لما قعدت من الشغل بدأت أحس بزهق كتير، وبدأت أحس إني مهدودة جدا من قلة الحركة. كنت بصحى متأخر وبنام الفجر. ولما الموضوع ده طول معايا لقيت أمي بتقولي لأ، تعالي لازم نكشف، عايزة أطمن عليكي، انتي مهدودة جدا وحاسة إنك مش كويسة. أحمد كمان قال لي نفس الكلام، وهو كان يعرف دكتور كويس جدا، فقال لي الدكتور ده كويس، روحي انتي وأمك وتشفي وشوفي هيقولك ليه، وإن شاء الله خير. وفعلا رحت للدكتور أنا وأمي وكشف عليا، وبعدين طلب مني شوية تحاليل وحاجات كده، عملتهم ورحت له تاني. لقيته بيقول لي انتي عندك حاجة زي الأنيميا كده وإرهاق شديد، فكتب لي على شوية فيتامينات وشوية أدوية، وكان من ضمن الأدوية دي حقن. اداني 6 حقن وقال لي كل يوم لازم تاخدي حقنة. طبعا انتوا عارفين إن معظم البنات ما بيحبوش الحقن أصلا، فقلت له يا دكتور معلش ممكن تغير لي الحقن دي وتديني أي حاجة تانية؟ قال لي لأ، هي دي هتبقى كويسة جدا، معلش وجع ساعة ولا كل ساعة زي ما بيقولوا. اللي واقف في الصيدلية كان شاب كبير. أمي قالكي
خليه هو اللي يديك الحقنة. قلت لها لأ طبعا، هشوف أي واحدة من صحباتي أو حد من الجيران يكون بيعرف يدي حقن. قالت لي ماشي خلاص. المهم لما رحنا إحنا كان أخويا في البيت، قال لي خير في إيه؟ حكيت له كل حاجة. رد وقال لي طب خدي علاجك بانتظام وشوفي أي حد يديكي الحقنة، وما تكسليش، لازم تاخديها كل يوم عشان الحقن دي فيتامينات كويسة وانتي محتاجاها. قلت له تمام. وفعلا كلمت كذا حد من صحباتي، وللأسف ولا واحدة فيهم كانت بتعرف تدي حقن. فقلت هحاول أسأل حد من الجيران تكون واحدة ست. سألت برضو كذا حد، قالولي للأسف إحنا مش بنعرف. كنت في يوم قاعدة كده، طبعا عدى يومين وأنا ما كنتش عارفة آخد الحقنة خالص، وكانت أمي في الشغل وأخويا بيجي قبل ميعاد أمي بحوالي ساعتين أو 3. أمي كانت بتكلمني عشان تطمن عليا، وقالت لي عملتي إيه في موضوع الحقنة؟ قلت لها مش لاقية حد يديني الحقنة. قالت لي طب خلاص خلي أخوك يديها لك. قلت لها لا يا ماما مش هينفع. قالت لي يا بنتي ده أخوكي ومفيش أي مشكلة، هو كده كده ممرض وهيعرف يديها لك. قلت لها طيب ماشي هشوف. طبعا كل ده وفي الفترة دي كلها أنا وأخويا كنا زي ما قلت لكم أصحاب جدا، ما كانش فيه أي حاجة مش كويسة، لحد ما في الوقت ده لقيت أخويا كان خلص شغله ورجع على البيت. قال لي مالك؟ قلت له مش لاقي حد يديني الحقنة. قال لي طب خلاص أنا هديها لك. بصراحة ما كنتش عارفة أتكلم ولا أرد، فقلت له ماشي تمام. وفعلا جهز الحقنة، وأول ما بعد ما أخدت تاني حقنة حسيت إنه جعان جدا ومش على بعضه، فقلت له مالك في إيه؟ قال لي لأ مفيش حاجة خالص. وعدى اليوم تمام، وأمي جت واتغدينا مع بعض وقعدنا نهزر ونضحك. لكن هو طول الوقت بعد الموضوع ده حساك كده مش كويس، مش مظبوط. انتوا فاهمين انا اقصد ايه؟ تاني يوم لقيته برضو جاي في نفس الميعاد، وقال لي تعالي علشان تاخدي الحقنة، لازم تاخديها في نفس الميعاد. قلت له ماشي. طبعا كل ده كان بيحصل وانا مكسوفة، وفعلا لما بدأ يديني الحقنة التانية كشفت، ولكن المرة دي بعد ما اداني الحقنة ابتدى انه يتعامل بطريقة غريبة. انا كنت بقول له في ايه؟ مالك؟ يقول لي انا جعان قوي وانا بحبك، وكان بيعمل حاجات غريبة. دي كانت اول مرة حد يعمل كده، وفعلا عايزة اقول لكم اني كنت طايرة من الفرح والسعادة. طبعا حاجة جديدة جدا عمري ما جربتها. بعد ما خلصنا قال لي انا معرفش الموضوع ده حصل ازاي وما تزعليش. وانا بصراحة عشان كنت مبسوطة الموضوع ما فرقش معايا كتير، فقلت له لأ خالص أنا مش زعلانة، وأكيد مش هنجيب سيرة لحد. الموضوع بقى ابتدى يتكرر تاني، وكل مرة لما الموضوع اتكرر أكتر من مرة، وبقى بيحصل أكتر من مرة في اليوم، لحد دلوقتي حتى بعد ما خلصنا الحقن لسه بنعمل كده، عارفة إن كل ده حرام. وهو فضل يقول لي إحنا لازم نبطل الحاجات دي عشان ده حرام وغلط وما ينفعش، وإحنا كده بنغضب ربنا. بس عارفين بنقول الكلام ده وبرضه بنرجع فيه ومستمرين في اللي احنا بنعملوه لحد دلوقتي، وبجد مش عارفين نتصرف ازاي. يا ريت لو حد عنده حل يكتب لنا في الكومنتات نتصرف ازاي. القصة دي بتوضح قد ايه ممكن العلاقة بين اتنين قريبين جدا زي الإخوات تتغير بشكل خطير لما ما يكونش فيه حدود واضحة من البداية. لما الناس بتبقى قريبة لدرجة إنها بتدخل في حياة بعض وتتحكم في اختيارات بعض، زي ما عمل أحمد لما منع مريم من الشغل، بتبدأ تحصل مشاكل. العلاقة دي كان فيها نقطة ضعف من زمان، وهي إن مريم كانت حاسة إنها بتغير على أخوها، وهو كمان كان بيغير عليها، وده نوع من التعلق الزيادة عن الحد الطبيعي بين الإخوات. لما حصل الموقف بتاع الحقنة الموضوع ده اتطور لحاجة تانية خالص، لأنه كسر كل الخطوط الحمراء اللي المفروض تكون موجودة. القصة دي بتعلمنا إن أي علاقة لازم يكون فيها حدود، حتى لو كانت علاقة أخوة، وبتورينا كمان قد إيه الشيطان ممكن يزين الحرام ويخلي الشخص يحس إنه عادي أو إنه مبسوط، بالرغم من إنه عارف كويس إن اللي بيعمله ده غلط وحرام. في النهاية الحل مش إنهم يكتبوا على الإنترنت عشان الناس تساعدهم، لأن ده هيزود الطين بلة. الحل الوحيد هو إنهم يرجعوا لربنا ويتوبوا توبة نصوحة ويوقفوا اللي بيعملوه فوراً. لازم يطلبوا المساعدة من متخصصين نفسيين أو دينيين عشان يقدروا يخرجوا من الدوامة دي
ويرجعوا لحياتهم الطبيعية، وعشان يفهموا الأبعاد الخطيرة اللي وصلوا لها. التوبة هي أول خطوة، وبعدها التغيير الحقيقي. المهم مشينا من عند الدكتور ورحنا الصيدلية، جبت العلاج.